مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى أكثر عمقا. خاضت إسرائيل حروبا أكثر من أي دولة منذ إنشائها في العام 1948 وحتى اليوم، وغيرت حدودها الجغرافية ووسعتها وبدلتها عبر العقود الماضية بشكل وبوتيرة لم تضاهيها أي دولة أخرى في محاولة لتشكيل ما يعرف بإسرائيل الكبرى. لم تعتبر إسرائيل نفسها منذ إنشائها دولة عادية كباقي الدول، لا من حيث المكانة ولا من حيث الدور، وأسست أمنها القومي على فرضية ضرورة تفوقها العسكري على جميع الدول العربية. وافترضت إسرائيل ولا تزال تفترض إلى الآن أن هناك خطرا دائما على وجودها. من ناحية أخرى فحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يمكن اعتباره مجتمعا طبيعيا مماثلا لأي مجتمع آخر في دولة طبيعية، بل كيان عنصري استعماري يحتل الأرض ويغتصب الحق، ولا يقيم وزنا للقوانين والمواثيق الدولية. وهكذا فإن الثقافة الصهيونية التي قام على أساسها الكيان الصهيوني ستفرز هي ذاتها معاول الهدم لهذا الكيان العنصري الذي حمل في أحشاء ثقافته عوامل انهياره وزواله المنتظر. هذا ما يقنع الكثيرين. المزيد عن إسرائيل من الداخل سنحاول معرفته مع ضيفاي الكريمين. معي الدكتور بهاء الأمير المتخصص في الدراسات اليهودية والحركات السرية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك يا أستاذة لبنى، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك كذلك دكتور بهاء. يعني متى بدأت الطموحات الإسرائيلية أو الصهيونية لإقامة هذا الكيان في إسرائيل، وهل كان دور لليهود في سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا لكي نعرف عن دور اليهود في إقامة هذه الدولة لابد أن نعرف موقع هذه الدولة أصلا من الفكر اليهودي أو من العقيدة اليهودية. طبعا الدولة اليهودية دولة تختلف كما ذكرت أنت عن مختلف الدول، لأنها في الأصل عبارة عن دولة عقائدية، أو هي نبوءة من نبوءات العهد القديم في أسفار الأنبياء وأسفار العهد القديم، ولذلك هي عقيدة يحملها كل شخص داخل نفسه. وحتى يمكن هناك جملة شهيرة يعني توضح هذا المفهوم أو أنها مسألة عقائدية، هو أن مثلا ديفيد بن غوريون وأول رئيس وزراء لإسرائيل وهو المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل كان له عبارة يقول فيها أن الدولة ليست هي الهدف في الحقيقة، لكن الدولة هي وسيلة لهدف آخر، وهذا الهدف الآخر هو تحقيق الوعود الإلهية المذكورة في التوراة بجمع الشعب اليهودي وإقامة الدولة اليهودية، ليكون ذلك تمهيدا لعصر قادم هو عصر الهمشحاه. يعني هو يقول أن دولة إسرائيل هي عبارة عن وسيط أو ممهد أو تعيد هيكلة المنطقة وجمع الشعب اليهودي من أجل استقبال الهمشحاه الموعود في التوراة. لذلك لا نقول ليس اليهود اشتركوا في إقامة إسرائيل، هي عبر كل العصور والتاريخ كان الهدف إقامة الدولة موجودا، لكن الظروف قد لا تسمح، قد لا تمكن. الفكرة تظهر في أحيان معينة ثم تخبو لأن الأوضاع لا تسمح بها. لكن أول ظهور عملي لفكرة إنشاء الدولة اليهودية كان مع شابتاي تسيفي في الدولة العثمانية الذي لقبوه في الهمشحاه، وكان ذلك تقريبا منتصف القرن ال17، وادعى أنه المسيح المنتظر، وجمعوا له الأموال من كل ناحية في أنحاء العالم، وأقاموا الأفراح والزينات وابتدأوا يعدوا السلاح والذخيرة للزحف. فنقول أن فكرة الدولة اليهودية فكرة قديمة وفكرة عقائدية، وهي ترجمة لعقيدة في التوراة ونبوءات بإقامتها، ولذلك كل يهودي يحملها في نفسه وإن أخفاها، وإن منعته الظروف في زمن معين أو في ظروف معينة أن يقيمها، لكنه دائما على أهبة الاستعداد إذا تهيأت الظروف أن يسعى في إقامتها وإنشائها. طب دكتور، هي منذ البداية كان الهدف هو إقامتها في فلسطين، أم أنه كانوا يسعون المهم لإقامة دولة تجمع كل اليهود؟ لأنه كانت هناك محاولات في دول أمريكا اللاتينية، في أوغندا وعدد من الدول، إلى أن صحت الفرصة في فلسطين. نعم، هو هذا الكلام قيل لكنه لا يفهم فهما حقيقيا. إقامة الدولة في فلسطين مرتبط بالعقيدة اليهودية، ومرتبط كما قلنا بالتكوين اليهودي، ومرتبط بالنفسية والذهنية اليهودية، ومرتبط أيضا بالمسجد الأقصى. لأن كما قلنا أو كما هو نشير الآن، إقامة هذه الدولة اليهودية هو عبارة عن وسيلة أو مرحلة نحو شيء آخر، وهذا الشيء الآخر يرتبط بإقامة الهيكل، وطبعا الهيكل لا وجود له إلا في فلسطين. مسألة أوغندا أو الأرجنتين اقترحت في وقت ما، اقترحت
كمرحلة وسيطة، لأن الفترة التي اقترحت فيها أوغندا والأرجنتين كانت فلسطين تقع في داخل الإمبراطورية العثمانية من المحيط إلى المحيط، فكيف يصلون إليها؟ فظهرت فكرة وسيطة، إن نحن بدل أن نتجمع في فلسطين التي هي في إمبراطورية وليس في إمكاننا أن نصل إليها ولا أن نقيم فيها الدولة، أن نقيمها في مكان وسيط ونكون دولة وجيشا ثم نزحف به على فلسطين. ففكرة أوغندا أو الأرجنتين فكرة وسيطة في الاتجاه إلى فلسطين وليست بديلا عن فلسطين فقط. نعم، تحدثت عن أن دولة إسرائيل تقوم على 3 مراحل لو تتذكر. نعم، هو طبعا مخطط لها كما قلنا. إسرائيل دولة عقائدية يحكمها الهدف النهائي، وهو كما قلنا هو كلها يعني أهداف عقائدية موجود، إن هو كل مكان تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم. المسألة إن تحقيق هذا الهدف لا يمكن إنجازه مرة واحدة ولا بصورة فجائية، فيحتاج إلى عمليات طويلة. ربما أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن باعتباري مهتم بالحركات السرية أقول لك إن المسألة يعني إسرائيل كدولة مسألة صغيرة داخل المسألة اليهودية الكبيرة. المسألة اليهودية الكبيرة ليست فقط إسرائيل، لكن تتعلق بتاريخ العالم وبالسيطرة على الاقتصاد وعلى الإعلام وعلى إنشاء الدول الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية ما هي مملكة اليهود والماسون وهم الذين أنشأوها. بريطانيا الأسرة المالكة ماسونية، والهدف الأعلى للماسون في العالم هو إعادة بناء الهيكل وتكوين إسرائيل الكبرى وتوجيه العالم نحو الهامشحة. فالذي أقوله المسألة اليهودية أكبر وأوسع من المسألة الإسرائيلية. المسألة الإسرائيلية هذه الموجودة في التوراة، يعني في التوراة نفسها تحدد لها مرحلتين، أو هم استنبطوا منها مرحلتين لتكوين الدولة. المرحلة الأولى هي مرحلة الأرض المقدسة التي من النهر إلى البحر. وهذه المرحلة هي التي تم صناعة يعني كل أحداث النصف الأول من القرن العشرين من أجل الوصول إليها، وليس فقط ما نراه. يعني إحنا عندنا مشكلة في العالم العربي أن احنا دائما ننظر إلى المشكلة في البؤرة التي موجودة فيها. نحن نحتاج إلى توسيع الكدر. لو وسعنا الكدر سوف نفهم للمسألة أبعادا أخرى لا ندركها، وسوف نفهم كيف وصلوا إلى الهدف. وصلوا إلى الهدف عبر عمليات طويلة نحن لم نرها. هذه العمليات الطويلة هي السيطرة على الغرب وعلى اقتصاده وعلى إعلامه وعلى سياسته وعلى نخبه، وصناعة هذه النخب في المحافل الماسونية والحركات السرية. فالمرحلة الأولى من النهر إلى البحر. هذه المرحلة يتلوها مرحلة أخرى وهي مكتوبة أيضا واستنبطوها من ما هو مكتوب في التوراة، التي هي الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات. المشكلة إن هو عندهم أن يعني الوصول إلى المرحلة الثانية يتطلب شروط في المرحلة الأولى. الشروط في المرحلة الأولى هذه هما يعني شرطان. الشرط الأول تنقية المرحلة الأولى التي هي إسرائيل المقدسة من النهر إلى البحر من الغرباء. لذلك هناك نص في سفر العدد يقول هكذا نصا: إذا لم تطردوا هذه الشعوب من أمامكم الذين تستبقون منهم يكونون أشواكا في عيونكم ومناخس في جنوبكم وأفعل بكم مثل ما أفعل بهم. يعني معنى هذا النص ماذا؟ أنك حين تصل إلى الأرض المقدسة يجب عليك أن تطرد كل ما فيها من شعوب ومن غرباء، فلا يكون فيها موجودا كشعب إلا اليهود، والباقي إذا وجد أحد يوجد كغريب منفرد على سبيل الخدمة وليس كشعب مستقر موجود. فهذا حين يترجم سياسيا يكون معناه ماذا؟ يكون معناه طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية وعمليات التهجير القسري. الشرط الثاني للوصول إلى المرحلة الثانية التي هي إسرائيل الكبرى هي طبعا إعادة بناء الهيكل. وطبعا الهيكل جاهز، وهو في التوراة وصفه أنه ليس فيه مسامير وله وصف معين، هكذا كل شيء معد وجاهز، ينتظرون اللحظة المناسبة لإقامة هذا الهيكل والوصول إليه. كما قلنا حتى كان ذكرت عبارة لديفيد بن غوريون وله عبارة أخرى ولكل قادة إسرائيل، إن يعني إسرائيل بدون القدس لا معنى لها، والقدس بدون الهيكل لا معنى لها. طب دكتور، عندهم يعني في عقيدتهم أنهم ينتظرون المهدي المنتظر وعنده سيتم قيام دولة إسرائيل. يعني هقول لك شيئا. اليهود دي الأصلية الأرثوذكسية تنتظر الهامشحاه الذي هو المسيح المخلص لكي يقيم دولة إسرائيل. لكن طبعا الحركة الصهيونية أحدثت تعديلا في هذه العقيدة. هذا التعديل هو ماذا؟ أني لا أنتظر الهامشحاه إلى أن يأتي ويقيم الدولة، لكن أقيمها أنا لكي أمهد لقدومه. فهم يعني أحدثوا ابتكارا أو ابتداعا في العقيدة اليهودية التقليدية، أنه بدلا من أن أنتظر أنا الهامشحاه ليقيم الدولة، لا، أنا أجمع اليهود وأقيم أنا الدولة، ويأتي هو يجد الدولة جاهزة لكي يحكمها. طيب بهاء،
يعني كثيرا ما نسمع ما يعرف ببروتوكولات حكماء بني صهيون، يعني ماذا نقصد بهذه البروتوكولات؟ ماذا جاء فيها؟ يعني ما فحواها؟ والله البروتوكولات مسألة لي أنا فيها رأي مختلف عن كل ما كتب وما قيل فيها وكتبته. يعني البروتوكولات فهمت حين صدرت أو حين ظهرت للعالم سنة 1905 وطوال القرن العشرين، وكل حتى من صدقوها، يعني من صدقوها وقالوا إنها حقيقية فهموها على إنها خطط سياسية، بينما في الحقيقة وفحص البروتوكولات فحص دقيق يدل على ليست خطة سياسية وليست موقوتة بالزمن الذي ظهرت فيه اللي هو زمن يعني بداية القرن العشرين، ولا هي كتبت في المؤتمر الصهيوني الأول. البروتوكولات من داخل نصوصها فحص هذه النصوص، يعني إذا فحصت بعناية يتبين أنها خطة شاملة ليست سياسية فقط، هي عبارة عن خطط سياسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية عقائدية، هدفها السيطرة ليست على السياسات لكن السيطرة على وعي العالم، بمعنى على وعي العالم. وعي العالم بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا أصنع وعي البشر فيتصرفوا هم كما أريد أنا دون أن يعرفوا أنني أنا الذي أدفعهم إلى بمعنى غزو ثقافي دكتور. يعني هي مسألة أكبر من الغزو الثقافي، لأنها مرتبطة ليست بزمن معين ولا لحظة معينة، مرتبطة بأجيال متعددة تتوارث هذا العمل وتتوارث بث يعني نموذج معين للأفكار والقيم والأخلاق والسياسات وفهم الحياة والوجود لكي تصنع رأس ودماغ البشر بطريقة معينة، وهذا الدماغ إذا صنع بهذه الطريقة سوف يسير هو وحده في الاتجاه الذي يريدونه. طب دكتور، يعني دولة إسرائيل هي المسؤولة عن تنفيذ هذه البروتوكولات؟ لا، إسرائيل هي ترجمة للجزء السياسي من هذه البروتوكولات، لكن كما قلت سابقا المسألة اليهودية أوسع بصورة يعني كبيرة وهائلة من إسرائيل. إسرائيل مسألة سياسية لأنها دولة ومسألة محدودة بالقرن العشرين، بينما المسألة اليهودية مسألة طويلة تمتد في التاريخ لآلاف السنين ولا تتعلق بمنطقتنا فقط لكن تتعلق بالعالم كله وتتعلق بتاريخ تراكمي ويتخلل في كل أنسجة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والقيمية. طب دكتور، أنت تراها نجحت هذه الخطط أم لازالت يعني في طور الإنجاز؟ ما هي نجحت، لأنه يعني كما قلت لك هي نجحت، لابد أن نقول هي نجحت وليست على مستوى إسرائيل فقط. احنا عندنا في البلاد العربية أن وعينا محصور في إسرائيل، لأن المسألة الملتهبة والمسألة المثيرة والمسألة المسلحة والمسألة السياسية والعسكرية، إنما طبعا كما قلت الأبعاد الأخرى لا شك أن اليهود نجحوا فيها نجاحا كبيرا. وأنا أرى شخصيا أن النجاح هذا اليهودي هو ترجمة قوله تعالى لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. الأديان كلها موحيت من الأرض إلا الدين اليهودي، والدول القائمة على العقائد كلها تقريبا موحيت أو أصبحت يعني مشوبة، والعلمانية تخللت الأنسية الذهنية والنفسية لكل العالم إلا في إسرائيل. فيعني هم كما قلت لك يعني حققوا نجاحات كبيرة، لكن ليست كما نفهم، لم يحققوها بالسياسة ولم يحققوها في لحظة زمنية أو تاريخية معينة، حققوها بالتراكم عبر مئات عبر أجيال السنين. يعني البروتوكولات باختصار كما أسميها أنا هي مقلوب الوحي الإلهي الذي أنزل عليهم، يعني ربنا أنزل عليهم خطة إصلاح شاملة لإصلاح البشر، هم قلبوها، هذا القلب هو البروتوكولات. طب دكتور، يعني صراحة خليه يعني ولكن هم عندهم يعني ربما أساسيات في عقيدتهم، يعني كيف يسيطرون على العالم؟ هم شعب الله المختار، فهذا الشعب يعني ما هدفهم من السيطرة على هذا العالم؟ يعني هل هذا العالم يجعلونه لخدمة شعب الله المختار؟ نعم، سأقول لك برضو احنا لن نخمن، لأن المسألة كلها عقائدية. وبالمناسبة أن حتى دولة إسرائيل يحكمها في النهاية في صناعة القرار والسياسات والاستراتيجيات شيئان: العقيدة الصهيونية أن إسرائيل أو فلسطين هي بلاد اليهود وتمهيد هذه البلاد لقدوم الهمشيحة، والشيء الثاني طبعا هو عقيدة الأمن والإحساس بالخطر. نعم. فداخل النصوص أو العقيدة اليهودية هو ما يفسر لنا هذا الكلام الذي نقوله. هم أهدافهم، أو ألخص لك أهداف اليهود في العالم، ليست مسألة إسرائيل فقط كما قلنا. الهدف والوصول إلى فلسطين، من البداية كان الوصول إلى فلسطين لإقامة دولة وإقامة الهيكل لحكم العالم كله من داخل هذا الهيكل، وليست المسألة بمنطقتنا يعني فقط. لذلك هم عندهم يعني هناك نص يعني صريح في سفر إشعياء في التوراة يقول هذا، يقول يعني نبوءة، يعني هم يترجمون النبوءات بالخطط والاستراتيجيات. يقول ويكون في آخر الأيام
أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، وتأتي إليه الأمم من كل مكان وتصعد إليه وتقول هلم نسلك إلى بيت إله يعقوب. وماذا يحدث حين ذلك؟ وحين ذلك يعم السلام وتتحول السيوف إلى منازل، معناه أن السلام العالمي لن يحل بين الأمم إلا بإقامة الهيكل. وهناك وحينئذ كما يقول النص تخرج الشريعة من صهيون. طيب فاليهود مسألة أكبر من إسرائيل، نحن الذين لا نفهم، وعدم فهمنا لهذه الأبعاد هو ما يمكن اليهود من النجاح وتحقيق الأهداف. طب خليني سؤال سريع، يعني هل هذه البروتوكولات هي سرية أم موجودة للعلن؟ لا، ما أنا هقول لحضرتك حاجة، البروتوكولات دي طوال العصور يعني الفائتة القديمة لم تكن معلنة، بمعنى أنها لم تكتشف، وإن كان هناك أشياء شبيهة لها في التاريخ موجودة، يعني موجود خطبة الحاخام ريخورن من القرن ال19، وموجود في أدبيات الماسونية والحركات السرية، حركة الروزيكروشن والحركات أدبيات بروتوكولات يعني تثبت صحتها. البروتوكولات تفرق عن أي شيء في ماذا؟ في أنها شيء مكتمل، أو أنها الشيء الشامل الذي بين الصورة على بعضها. في مسألة ثانية أخرى، البروتوكولات اكتشفت ونحن نقرأها وكل الناس قرأوها، أنا أقول لك أن البروتوكولات إلى الآن ما زالت سرية. ما زالت سرية بمعنى ماذا؟ بمعنى أن كل من قرأوها لم يفهموا معناها، ولم يفهموا ما الذي تتحدث عنه أصلا. هم فهموا منها السياسة والمؤامرات والتخريب، بينما تتكلم عن شيء مختلف تماما. تتكلم عن إعادة صناعة الوعي والحياة بكل جوانبها للسيطرة على سلوك البشر وعلى وعي البشر وعلى نفوس البشر، لكي يتجهوا طائعين في اتجاه الهدف اليهودي، وهم يتوهمون أنهم يفعلون ما يريدونه بحرية وبحقوق وكل كل هذه الشعارات. نعم. طب دكتور، يعني سنتحول إلى موضوع آخر يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي. نعم. من الداخل هناك يعني هناك خلاف كذلك ديني علماني حتى نعم. داخل إسرائيل نعم. نفسها، وهو ربما الذي أدى إلى عدم وضع دستور واضح في إسرائيل إلى غاية اليوم. نعم. لدينا هذا الفيديو يتحدث عن هذا الخلاف. وأنا بعلق على الكلام اللي بتقوليه ده عشان نصه مش مظبوط. طب خلاص احنا نرى هذا الفيديو ونعود للتعليق. في البداية استغل العلمانيون المتدينين من أجل تبرير وجودنا هنا ومن أجل جذب اليهود إلى هنا، والحقيقة هي أن المتدينين لم يرغبوا في أن يكونوا صهاينة. نحن قد أتينا من 100 دولة ودولتين ونتحدث 81 لغة. كيف يمكن أن نصنع من كل هؤلاء شعبا واحدا؟ لقد أراد هيرتزل دولة مدنية، ليس دولة لجميع مواطنيها كما يقول عزمي بشارة، بل دولة مدنية، أي دولة تقوم على مجتمع مدني. وهذا بالضبط عكس ما يريد المستوطنون وحاخاماتهم. فالمستوطنون وحاخاماتهم يريدون دولة تقوم على الشريعة وتقوم على القيم التي تعتبر غير طبيعية، وأنت لا تستطيع الانخراط في المنطقة عندما تفكر أن الله اختارك لقيادة العالم. أنت لا تستطيع. لو أن هيرتزل كان متدينا لما ولدت الصهيونية، هذا واضح. قبل كل شيء هيرتزل لم يكتب عن دولة يهودية مثل ما يعتقد الجميع، بل كتب عن دولة اليهود، أي دولة غير يهودية، دولة يستطيع كل اليهود اللي عايش فيها، متدينون غير متدينين ملحدون والجميع. ما دكتور، حتى ردود الأفعال هي محسوبة ومدروسة حسب ما فهمت من كلام دكتور بهاء. دكتور بهاء، يعني أنت كان لك تحفظ عما قلته في البداية عن قضية الجدل ما بين الدين والعلماني في إسرائيل، ولك وجهة نظر مختلفة. نعم، هذه وجهة النظر المختلفة هي أن المسألة ديني وعلماني في إسرائيل مسألة نسبية وليست كعندنا. عندنا العلماني نفهمه الذي لا يؤمن بالدين أو يؤمن أن الدين ليس له علاقة بالحياة، يعني هذا الحد الأدنى بالعلمانية. نعم. بينما في إسرائيل أو عند اليهود العلمانية ليس المقصود بها هكذا، المقصود هي درجة أخف من الالتزام بالشعائر الدينية، لكنه يؤمن بالعقيدة بالأساسية. يعني أنا أقول أن المسلم الآن، من هو المسلم؟ هل هو الذي يصلي أم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي فهو أيضا مسلم. وهكذا اليهودي العلماني يؤمن بالدولة اليهودية، يؤمن بالعقيدة الصهيونية، ينتظر الهامة شحاة. والعلمانية في إسرائيل ليست علمانية حقيقية. لماذا؟ لأن حتى المدارس العلمانية يفرض عليها من الحكومة الإسرائيلية برنامج محدد للتدريس الديني، لأنه لابد من حد أدنى من التعليم الديني يؤهل الشخص اليهودي في إسرائيل أن ينخرط في الجيش الإسرائيلي. هو هيقاتل لماذا إذا كان علمانيا؟ ولماذا يدافع عن هذه الدولة؟ يعني هذه ضرورة لتجنيد الشباب داخل إسرائيل. ليس هكذا فقط، الجيش الإسرائيلي داخله هناك تعاليم ضرورية لابد من تعليمها لكل فرد أو جندي في القوات أو جيش الدفاع الإسرائيلي، ويعاقب على عدم تعلم هذه يعني العقيدة أو على عدم أداء الفروض، يعاقب عليها عقابا انضباطيا كالعقاب العسكري أو على الأخطاء العسكرية. الفيديو هذا قال لنا شيء غريب، يعني هذا مثال على عدم الفهم والخلط. قال لنا ان تيودور هرتزل كان علمانيا. طيب انا اسال انا سيادتك والمشاهدين، هو الهيكل ده علمانيه ولا ديني؟ ديني. طب تيودور هرتزل الذي قالوا عنه انه علماني هو نفسه يقول في كتاب الدولة اليهودية ان الهيكل هو عقيدة آبائنا التليدة، وهو الذي عصمنا من الذوبان بين الشعوب عبر التاريخ. وقال إن الدولة التي يريد إقامتها تقوم على دعامتين، الهيكل واللغة العبرية. ده كلام واحد علماني ولا كلام واحد متدين؟ المسألة أننا نحن الذين لا نفهم. طب دكتور، يعني أنت قلت اللغة العبرية، ولكن يعني اليوم إسرائيل تضم أشكالا مختلفة وهي هجين أو خليط نعم. من القوميات المختلفة. اليوم يقولون بأن الأكثرية تتحدث الروسية، خصوصا الروس لا زالوا نعم. متمسكين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وغيرهم. اليوم هل ستنجح إسرائيل يعني في تحقيق انسجام اجتماعي في ظل هذا التعدد الثقافي؟ نعم، هذه يسمونها المشاكل الإجرائية، المشاكل التكتيكية. طبيعي هؤلاء أناس عاشوا لمئات وآلاف السنين في بلاد مختلفة، فكل قوم أو جماعة منهم تتكلم اللغة التي كانت تعيش في أهلها وهكذا، فعندهم مشكلة هم يعرفونها. يعني بن غوريون من بداية الدولة هم يعني لابد أن نقول الحقيقة، هم عندهم يفرقون عنا أنهم عندهم إدراك للزمان وإدراك مفتوح، ويعرفون المشاكل التي تقابلهم ويتأهبون لها. هم عندهم كما قلت أنت أناس جماعات خليطة، وكل واحد يتكلم لغة، وكل واحد له عادات، وكل واحد له تقاليد. فجزء من تكتيكات واستراتيجيات الدولة اليهودية ومن عقيدتها أنها تعمل مع الوقت ومع الزمن إلى دمج هؤلاء الناس مع بعض وتكون لهم هوية مشتركة. كيف سيكون تكوين هذه الهوية؟ عبر التعليم الديني والعقائد وعبر اللغة العبرية. لكن طبيعي أنت الآن تتكلمين العربية، إذا أردتك أن تتكلمي العبرية ستتكلمينها في شهر. لابد من تعليم وأن يمر وقت ويذهب الجيل الذي كان يعني تربى على الروسية ليأتي الجيل الجديد الذي تربى على الروسية. هكذا تفهم الأشياء. هو لن يدوس على زرار ليحول الروسي إلى ولكن دكتور يعني